زي اختنا الله يرحمها اللي كانت راجعه في سالم اكسبريس، الباخره اللي غرقت من كذا سنه، وهي راجعه الباخره بتغرق، طب هتعمل ايه؟ فهي مع جوزها ففي الاوضه الحق بنغرق، يلا نطلع بسرعه نركب دقنه ولا اي حاجه. قالت له حجابي. قال لها حجابك ايه؟ هو الوقت وقت حجاب؟ قالت له الا حجابي، لازم البس حجابي كله كامل. ونزلت جابت حجابها وطلعت. قالت له انت راضي عني؟ فقعد يبص لها ويعيط مش قادر يستحمل الموقف. قالت له بالله عليك انطقها، انت راضي عني؟ قال لها والله راضي عنك. قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وما عادتش بتتكلم مع مخلوق. فضلت تردد الشهادتين لغايه ما غرقت وماتت، وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصه. مات على لا اله الا الله، ماتت على لا اله الا الله. زي المؤذن اللي قعد 40 سنه يأذن من غير اجره، الراجل بيحب الاذان من قلبه. لما جه قبل الموت ابتلي بمرض، صحته ضعفت، فقد النطق، ما عادش بيقدر يأذن، بقى بيسمع الاذان قلبه يتشق، ما هوش قادر، ما هوش عارف يعمل ايه. اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه ميعاده، راح ربنا سبحانه وتعالى انطق صوته، قعد يأذن الله اكبر وتحول للقبله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لغايه ما وصل لغايه اخر الاذان لا اله الا الله، وقع مات. ماتوا كل دول على لا اله الا الله. زي الداعيه اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش، يطلع هو يكلم الناس عن الدار الاخره، زي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكم الوقت يا جماعه. يجي له بيقول بعد الخطبه، الناس بكت، بعد الخطبه جاله شاب ريحه السجاير، شكله معروف، ده شكله بعيد جدا. قال له انتوا كنتوا فين؟ انتوا سايبيننا ليه؟ حرام عليكم، سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه؟ انا عايز اتوب ازاي؟ قال له اداله رقم تليفون، رقم تليفونه. الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له، بيقول لي وشه منور ولحيته طالعه وثوبه الابيض ما شاء الله. قعد 3 شهور الشاب يصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله. بعد 3 شهور كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان، ايام الروس ما كانوا في افغانستان، ايام المباركه قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان. فده كان في الخليج. هذا الشاب استأذن امه، قال لها انا عايز اروح اجاهد، كان في رمضان يا جماعه. قال لها انا عايز اروح اجاهد، خد القرار. قالت له جاهد، بس قال لها انا عندي شرط، اخدك واوديك عمره. قالت له موافقه. وهم في الطريق وهم راكبين العربيه، تتقلب العربيه، يموت الشاب، يموت في رمضان وهو صايم، يموت وهو مع القران، يموت وهو تائب، يموت وهو رايح يعمل عمره، يموت وهو بر بامه، يموت وهو رايح يجاهد، يموت وهو فاتح صفحه جديده مع الله، يموت زي المراه بتاع جنوب شرق اسيا اللي قعدت تحوش شيلن على شيلن لغايه ما لمت فلوس الحج، طول عمرها فقيره جدا. اول ما وصلت لجده فنزلت في المطار او في المينا، فبتقول لهم احنا فين؟ قالوا لها جده. قالت لهم يعني في الحجاز؟ قالوا لها الحجاز. سجدت لربنا سجدة شكر ما قامتش منها، ماتت. زي المرأة اللي كانت راجعة من الحج والأتوبيس حصل فيه حادثة، أولادها بيفوقوهم راجعين معاها من الحج، قالت لهم الملتقى الجنة، الملتقى الجنة، الملتقى الجنة، وماتت. الله يرحمها. كان أحد الناس وهو معدي في سينا في مكان في الصحراء، صحراء خالص، بيقول شميت ريحة جميلة جدا جدا، المكان صحراء ما فيش أي نبات عطري ولا أي أزهار. فيقول فبدأت أحفر لقيت جثة شاب اتقتل في حرب 67، لسه بجسمه، لسه بدمه، لسه بعطره، ربنا حافظ جثته، حافظ دمه، حافظ ريحته العطرة بعد السنين ده هي كلها. واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت يتيمة في ليلة فرحها، مات والعربية حصل فيها حادثة. يا جماعة حسن الخاتمة